يقول: من هم الخوارج؟ الخوارج فرقة من الفرق المشهور عند أهل العلم، هي أول فرقة خرجت على المسلمين، خرجت عن الجادة، وجاءت فيهم أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه قال: إنهم كلاب أهل النار، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم، وهذا عند ابن ماجه، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود، وفي رواية قال: شر قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوه، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود، وفي رواية قال: شر قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوه. وحاليا يعني بقي منهم قلة في عمان وفي الجزائر ولعله في المغرب العربي، أما الآن فلا أعرف لهم مكان إلا في عمان والمغرب العربي، خاصة في الجزائر يكون لهم وجود. والآن في عمان فرقة من فرقهم، وهي يقال لها الإباضية، وهي فرقة من فرق الخوارج. وعلى معتقد الخوارج الإباضية فإنهم فرقة من فرق الخوارج، وعلى معتقد الخوارج الإباضية فإنهم فرقة من فرق الخوارج. هذا الرجل الخبيث المسمى بسعود ذعار، وهو أظنه كويتي، انظر إلى العلاقة الحميمة بينه وبين عثمان الخميس. ومن هو هذا الرجل سعود ذعار؟ هذا رجل تكفيري خارجي جلد. ومن هو هذا الرجل سعود ذعار؟ هذا رجل تكفيري خارجي جلد، خارجي جلد، يريد أن يسقط العلماء الربانيين من أعين الأمة الإسلامية. وإذا سقط العلماء تسلط هؤلاء الجهال كأمثال هذا الخارجي سعود ذعار، والخارج الآخر عثمان الخميس. وإذا سقط العلماء تسلط هؤلاء الجهال كأمثال هذا الخارجي سعود ذعار، والخارج الآخر عثمان الخميس. عثمان الخميس رجل متلون منحرف ملبس، ولكن هذا الرجل يكذب ويتناقض، ولكن هذا الرجل يكذب ويتناقض، ولكن هذا الرجل يكذب ويتناقض. فانظر يا رعاك الله إلى هذا الرجل المتلون الحربائي، فانظر يا رعاك الله إلى هذا الرجل المتلون الحربائي، فانظر يا رعاك الله إلى هذا الرجل المتلون الحربائي. هذا الرجل كذاب، هذا الرجل كذاب، هذا الرجل كذاب. وأنت جالس هنا مرتاح وتتنقل بين البلدان في أمن وأمان، وتحرض على القتل والتشريد والتفجير في تلك البلاد. وأنت جالس هنا مرتاح وتتنقل بين البلدان في أمن وأمان، وتحرض على القتل والتشريد والتفجير في تلك البلاد. هذا الرجل المتلون المسمى بعثمان الخميس، هذا الرجل المتلون المسمى بعثمان الخميس